بصوا يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين معانا النهارده طريقتين لعمل السمك. زي ما انتوا شايفين الطريقه الحلوه اللي قدامكم دي، ده سمك مش مقلي خالص. هقول لكم على تتبيله حلوه قوي تقدري تعمليه لو انت حابه تعملي دايت، او لو انت حابه تاكلي اكل صحي. احنا بدأنا مع بعض سلسله بعض الاكلات اللي تنفع معانا للدايت. تقدري تغيري في طريقه اكلك يا حبيبه قلبي، وتاكلي اكل من البيت وصحي، وكمان وزنك يقل. مش هتزيدي ابدا في الوزن، بشويه تكات بسيطه خالص في التغيير في الاكل هتوصلي لاحسن نتيجه. زي ما انتم شايفين السمك اللي معانا ده مش مقلي خالص. هقول لكم على طريقه ووصفه حلوه قوي تقدري تعملي بيه السمك اجمل من المقلي، وكمان تكون معانا صحيه وسعراتها الحراريه قليله. خليكم معانا هنشوف هنعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في وصفه جديده على قناتنا، قناه جربوا وصفتي. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقه عمل السمك المكاريل. احنا عملناه قبل كده بطريقه مختلفه في الصينيه في الفرن. هعمل لكم النهارده برضو السمك المكاريل بطريقه حلوه خالص، ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده معانا السمك، غسلته ونضفته كويس وقطعته قطع على حسب الحجم اللي انت حباه، وحطيت عليه كمون وليمون. وهبدا بقى احط عليه البهارات التانية اللي هنحطها عليه وهنحشيه مع بعض. خليكم معايا. بص يا حبيب قلبي، بعد ما حطيت عليه كمون وليمون، هبدا معايا توم مفروم اهو عليه كمون وليمون. هبدا ان انا احشي معايا السمك زي ما انتم شايفين كده. بسم الله اهو. ومعايا كمان توم بودر وبصل بودر، هبدا ان انا ارشهم كمان معايا على السمك. هكمل بقية حشو السمك وهسيبه يتبل نص ساعة، وبعد كده هنعمل مع بعض طريقة عمل الرز الصيادية. وكمان هقول لكم على طريقتين كويسين للسمك المكاريل. طريقة هنعملها للدايت في الفرن، وطريقة هنحمرها على البوتاجاز عادي في الزيت، زي ما انتوا حابين تعملوا. وكمان هوريكم الخلطة اللي انا بقلي بيها السمك، وبيكون شكله ذهبي ولونه جميل. خليكم معايا. بصوا يا حبايبي كده هنعمل مع بعض الرز الصياديه. انا حطيت زيت على النار وحطيت معايا بصل زي ما انتم شايفين كده. هبدا انزل عليه بشويه كده من السكر علشان يكرمل معايا البصل، ويدينا لون حلو للرز من غير ما البصل تتحرق وتبقى مرره معانا. زي ما انتم شايفين كده اهو. هقلب معايا البصله دي كويس لحد ما تحمر معايا، وهنشوف هنحط ايه عليها. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي كده زي ما انتم شايفين معانا لون البصل احمر اهو، اتكرمل معانا زي ما انتم شايفين كده اهو. هصبر عليه كمان ثواني بسيطه كده. انا عايزه اللون بتاعي يكون غامق بس ما يكونش محروق، علشان يدي معايا لون حلو قوي في الرز اهو. كده زي ما انتم شايفين معايا طماطميه متقطعه وفلفلايه خضراء وفلفلايه حمراء. هبدا انزل بيهم كده بسم الله. وهنزل معايا بشويه حلوين كده من الكمون. الكمون بيخلي طعم الرز الصياديه ده يا جماعه تحفه. هغطي عليه شويه لحد الطماطم ما تدبل معايا، وبعد كده هزود بقى الميه وانزل الرز ونشوف هنعمل ايه. حبايب قلبي كده بعد ما معانا دبلت الطماطم والفلفل معانا، هبدا انزل معايا بالميه كده بسم الله. وهظبط الملح بتاعي وهغطي الحله واسيبها لما الميه معايا تغلي، وبعدين هننزل بالرز. علشان يطلع معاك الرز الصياديه مفلفل وكويس وجميل، لازم تغسلي الرز كويس وتنقعيه شويه. وقبل ما تحط القعد بتاعه، لو انت عامله 5 كوبايات بتقللي عنهم كوبايه واحده ميه، لو عامله 4 بتقللي عنهم كوبايه واحده ميه، علشان يطلع معاك الرز مفلفل وشكله حلو. خليكم معايا لما الميه تغلي هحط عليها الرز، وهنرجع بقى مع بعض نشوف هنعمل طريقه السمك ازاي. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي كده الميه زي ما انتم شايفين غليت بقى. ابدا انزل فيها بالرز مظبطه الملح بتاعها، وهنسوي معانا الرز وهنروح نشوف نعمل في السمك ايه. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي الخلطه اللي انا هقلي بيها السمك، معايا ده دقيق، ومعايا اللون ده بودره زعفران يا جماعه، ومعايا بصل بودر وتوم بودر. هقلبهم كده كويس في الدقيق. لو انت عندك كركم حطي، ما عندكيش خلاص. انا ما عنديش كركم دلوقتي، فحطيت بودره الزعفران مكانه. بتدي لون حلو قوي في السمك، وبتدي كمان شكل تحفه كده، زي سمك المحلات بالظبط.
طيب ده في السمك اللي انا هقليه في الزيت. طب السمك اللي انا عايزه اعمله صحي، لو انت حابه تعملي سمك، نفسك في السمك المقلي. بص يا حبيبي، احنا قلنا كده دي التتبيله اللي احنا هنعمل بيها، او دي اللي هنعمل بيه السمك اللي هنقليه. طب اللي احنا مش هنقليه بقى وحابين ناكل سمك مقلي كده وخايفين من زياده الوزن، هنعمل السمك في الفرن بطريقه حلوه قوي، وهيطلع كمان جميل زي المقلي بالظبط، وهيكون سعراته الحراريه اقل، لاننا احنا طبعا هنقلل في كميه الزيت معانا. زي ما انتم شايفين دي شويه كده من بودره الزعفران، وهحط عليها شويه كده من الزيت زي ما انتم شايفين كده معايا. هبدا اقلب بودره الزعفران دي كده في الزيت اهي، ادت الزيت اللون اللي انتوا شايفينه ده كده. هاخد معايا الصينيه اللي انا هعمل فيها السمك واحطها في الفرن اهي، هنزل فيها بالزيت ده كده اهو. همسح انا الصينيه كده كويس بالزيت ده. هعمل ايه انا بقى في السمك؟ هاخد السمك معايا اهو من التتبيله واحطه في الدقيق ده كده. حبيب قلبي، عملنا كده جزء من السمك ده حطيناه في الدقيق، وبعد كده حطيناه في الزيت زي ما انتم شايفين شويه الزيت الصغيرين اللي احنا حطيناهم في الصينيه دي من غير زيت، دي قصدي من غير دقيق، دي بالزيت بس زي ما انتم شايفين. زي ما انت حابه تعملي اعملي، زي ما انتم شايفين اللون ده لون الزعفران بيدي السمك لون حلو قوي، وكمان بيكون خفيف معانا، اخف من السمك اللي احنا هنقليه في الزيت. بس انا حبيت اعمل الطريقتين، واللي انت حباه اعملي بيه. هكمل معايا كده وهروح اقلي السمك اللي هحطه في الزيت اهو، هحطه في الدقيق بس، وهبدا ان انا اقليه وهنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. الزيت زي ما انتم شايفين بيسخن اهو، حطينا فيه قشر الليمون ده بيشد فص السمك يا جماعه، ومعانا السمك اللي هنقليه زي ما انتم شايفين كده. هوريكم لونه وشكله، بودره الزعفران بتدي لون شكله عامل ازاي لما بيتحمر معانا اهو. هحط كميه كويسه كده في الزيت وبعدين هوريكم هنعمل يا حبايب قلبي. شايفين كده زي ما انتم شايفين ده شكل السمك، ده السمك اللي معمول في الفرن للدايت يا جماعه، واكل صحي وشكله تحفه وفي منتهى الجمال اهو زي ما انتم شايفين، ما يفرقش عن السمك المقلي. وده السمك المقلي اهو اللي احنا قليناه في الزيت زي ما انتم شايفين. يعني كمان شكل السمك اللي في الفرن بالطريقه الصحيه شكله ألذ واجمل يا جماعه. انتوا شايفين يا حبايبي ده الرز الصياديه اهو، ودي السلطه، وده السمك اللي معانا بالطريقه المقليه في الزيت، وده اللي في الفرن. معايا خلطه كده يا جماعه دي اختياري، ده توم وكمون وخل وليمون، ممكن تحط منه على السمك كده بيدي طعم برده وريحه حلوه بعد السمك ما يطلع معانا اهو. دي اختياري بس بتدي طعم حلو قوي معانا للوصفه اللي معانا دي. بتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.